موضوعك انت بالذات صار ويا الجمهور. خلينا من الجمهور بلا جمهور. لا ما اقدر، لا لهم يعني لهم دور بالقناه، ما اقدر. هذا قناتك، شيء يرجع لك، ما يخصني. انت متصل على هذا، تعتبر قناتهم، فهم لهم دور. شوف لا خليني اقول لك شيء، خليني اقول لك شيء جيد. اي تفضل. شايف الشركات العالميه مثلا في شركه تاجر يشتري من عندها اسهم مثلا 52%، ومثلا 48% تباع على بقيه الناس، صح؟ لكن هو ياخذ نسبه اعلى. ليش؟ حتى هو يصير المدير التنفيذي للشركه، بحيث يسوي قرارات واشياء، خلاص انتهت. بس البقيه اللي عندهم اسهم ايضا يكون عندهم فد راي، يكون عندهم فد خيار. جيد ممتاز. جيد. قناه المنتقم مثل هيك بالضبط تقريبا. جمهور القناه لهم ايضا لهم راي، لهم كلمه، لازم انا انظر لهم. نعم صحيح انا صاحب القرار بالنتيجه، لكن بالنتيجه هم ايضا لهم راي محترم، وهذا الراي المحترم انا اخذه على محمل الجد، ما اهمله. وبصراحه هم ما راضين الا انه انت يقولون لازم انت تعتذر، مو لان تعتذر يعني كذي، لا، لان انت غلطت واتهمت. فيعني انا اشوف هذا حقهم بصراحه. انت راح تحصل نتيجه جيده، وهي انه انت راح تناقش امير القريشي وممكن تكبسه، تنتصر، تحصل لكزس. انا كبستك اول واخذت لكزس، كبستك اول. هذا يوم قلت لي علي مره بايع ومره ما بايع وما ادري ايش، قاعد تتناقض بكلامك. والله براحتك. انا بالنسبه لي الموضوع طلع من ايدي، صار بيد الجمهور للاسف. لو كان بيدي ممكن امشيها لك، لكن الجمهور مصر انه انت لازم تعتذر لان انت اتهمتهم بشيء ما موجود بكتبهم، هذا حقهم. طيب الجمهور ما يصر علي حبيبي، انا فوق الجمهور وفوقك انت وفوق الناس. لا 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 لا، الحمد لله. عيب لا عيب، هذا الكلام عيب، اسكت. عيب. الجمهور ما يملي علي. ما يملي عليك الجمهور، لكن الجمهور يقول لك انت غلطت لازم تعتذر، والجمهور معناها هنا في هذه النقطه له حق. انا ما غلطت على الجمهور ولا سبيت احد.